النهاردة هنحكي مع بعض قصة اندراوس الرسول، وهو أخو بطرس، واتولد في مدينة بيثصيدا، ودي إحدى بلاد الجليل. وكانت شغلته هي صيد السمك، وكان تلميذ ليوحنا المعمدان اللي أرشده للسيد المسيح، واتلمذ على إيديه وأصبح واحد من الاثنى عشر رسولا. وبعد حلول الروح القدس في يوم الخمسين بشر بالإنجيل في بلاد الشام، وبعدها آسيا الصغرى وأخائية وكابادوكيا وغلاطيا وكمان بيسنتية. وفي الآخر استشهد في مدينة بطرس، ودي إحدى بلاد أخائية ببلاد اليونان، وده بعد ما راح لها وقعد يبشر هناك بالإنجيل، وآمن معظم أهلها على إيديه، وجرب إن هو يمحي عبادة الأوثان. ولما حس الوالي بكده قبض على القديس اندراوس وأمره إنه يبخر بالأوثان وإلا هيموت مصلوب. فرفض القديس واعترف بالسيد المسيح إن هو الإله الحقيقي اللي فدانا بدمه. فغضب الوالي جدا وأمر إن هو يموت على نفس الصليب اللي مات عليه سيده، بس هيكون صليبه على شكل حرف الإكس، ولحد دلوقتي بنسميه بصليب اندراوس. واتصلب عليه وبيجي على الصليب ده يومين، وكان بيوعظ الناس وبيثبتهم في الإيمان لحد ما روحه وصلت للرب يسوع بسلام ونال إكليل الشهادة. وبعدها المؤمنين نزلوا جسده من على الصليب ودفنوه بإكرام جزيل. بركته وشفاعته فلتكن معنا أمين. وبتعيد الكنيسة بعيد استشهاده يوم 4 من شهر كياك المبارك.